انا اسوأ واحدة في العالم. انا هحكي لكم تجربتي في الجواز والطلاق، ومش عايزة حل ليها، لا خالص. انا عايزاها بس تبقى عبرة وعظة لستات كتير جدا جدا ممكن تتصرف نفس التصرفات اللي انا اتصرفتها مع جوزي، عشان ما تندمش بعد كده. يلا بينا النهارده نشوف مشكلتنا النهارده. وزي ما شفتوا كده صاحبة المشكلة بتقول انا مشكلتي النهارده مش عايزة حل ليها، انا عايزاها بس تبقى عايزة وعبرة لستات كتير جدا ممكن تتصرف نفس تصرفاتها دي وترجع تندم على اللي هي عملته مع جوزها وتقول يا ريت اللي جرى مكان. يلا بينا مع بعض نشوف المشكلة. بس قبل ما نشوف المشكلة، لو أول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو وكومنت كده حلو من عندكم وتعملوا اشتراك في القناة. أنا ست جميلة جدا ومتعلمة، لكني عصبية جدا وسريعة الانفعال. بعد ما اتخرجت جالي عريس من سني وابن ناس ومتعلم، اتخطبت له 10 شهور واتجوزنا، لكن من أول أسبوع جواز واحنا في مشاكل كتير جدا بسبب عصبيتي وهو مش مستحمل. كنت بكلم ماما وبابا في التليفون كل نص ساعة أحكي لهم على كل حاجة، وهم كانوا كل يوم يجوا البيت عندنا علشان يحلوا الخلاف اللي بينا. المهم المشاكل كترت بسبب اني كنت بحكي كل تفاصيل حياتي. ماما وبابا قالوا لي انت هتتبهدلي جامد جدا مع الراجل ده. بقولك ايه، انت تاخدي حبوب منع الحمل وتستني شويه على الحمل. وفعلا خدت حبوب منع الحمل، لكن برضو المشاكل فضلت تزيد شويه بشويه لحد ماما قالت لي بقولك ايه كده ستوب، انت لازم بقى تتطلقي وتلمي حاجتك وتمشي. وفعلا اتطلقت منه وخدت جهازي كله وخدت ذهبي وخدت حاجتي كلها ومشيت. وبعد سنة جالي عريس تاني، هو كان متجوز بقاله 10 سنين، بس مراته ما كانتش بتخلف. بس هو ظروفه المادية كويسة جدا وشغال شغلانة محترمة، وهو وأهله في قمة الأدب والأخلاق. وأول حاجة قالها لبابا أنا مش هطلق مراتي. فبابا قال له طب خلاص أنا هشاور بنتي وهرد عليك. ولما جه يسألني ماما قالت لي وافقي على طول، انت لما هتخلفي منه هيبقى خاتم في صباعك وهيبقى تحت رجليكي. وفعلا وافقت واشتري لي شقه جديده وعفش جديد وجاب لي ذهب، رغم انه واخد عزالي القديم اللي كنت متجوزه بيه. حصل الحمل وبدات احاول انه يطلق مراته بكل الطرق، وكل يوم اغضب عند اهلي بسبب وبدون سبب، ويجي ياخدني لحد ما ولدت وجبت ولدين توأم. وبدات اضغط عليه بالولاد واخدهم واروح عند اهلي علشان يطلق مراته، ولكن هو كان بيتمسك بيها اكتر، لدرجة اني اخدتهم ورحت عند اهلي وحرمته انه يشوفهم. وكان بيبعت لي ناس قرايبي وهو كمان يجي واقول له ابدا مش هرجع. من كتر البعد بدأ هو كمان يبعد، خلاص بقى زهق ومل، وما عادش عايز يشوفني ولا يشوف عياله. لحد ما بعت له ناس قلت له احنا عايزين نتطلق وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. لكن للأسف وافق على طول وقال إنه هيديني مصاريفي الشخصية ومصاريف عيالي والعفش بتاعي وبتاعه، وهو كمان ملزم بكل مصاريف عياله من لبس لعلاج لأكل لكل حاجة. لكن أنا جالي إحساس غريب جدا، حسيت إن أنا عايزة أنتقم منه علشان خاطر سابني أنا أم عياله وراح لمراته اللي ما بتخلفش. ماما بقى قالت لي احنا لازم نرفع عليه قضية، القضية دي هتخليه يجيلك راجع تحت رجليكي. وفعلا ما قدمناش خبر، خدتني ورحنا لمحامي، والمحامي قال لي هجيبهولك زاحف على ركبه. قلت له وانا كمان مستعد هدفع اي فلوس في مقابل اني اشوفه مذلول. خلى ماما ضربتني وطلع معايا عملت تقرير طبي ان جوزي هو اللي ضربني. قال لي دي جنحة ضرب هياخد حكم فيها ونطلب بتعويض كبير. ساعتها قلت له انا كمان هطلب 1,000,000 جنيه وهو مش هيقدر يدفع، فبالتالي هيرجع لي غصب عنه. ولكن سبحان الله حصل اللي ما كنتش متوقعاه ابدا، خد فيها براءة من اول جلسة. رفعت عليه قضية تبديد قايمة وتمكين من مسكن الزوجية ونفقة ليا ونفقة للولدين. راح هو طالب من المحكمة انه يسلم الجهاز امام اسم الشرطة اللي هو العفش بتاعي كله. وفعلا المحكمة خليته يفك العفش ويجيبه عند الاسم، لقيته جايب العفش كله كامل مفيش كوباية مكسورة. المحامي قال لي اني اقول ان ده مش العفش بتاعي، وفعلا قلت كده. جه الخبير بتاع المحكمة وطابق العفش بتاعي او الجهاز كله بالحاجات الموجودة في القايمة. قال لي هو ده جهازك اللي موجود في القايمة. قلت له انا مش هستلمه، وجوزي واقف بعيد مع المحامي بتاعه وانا موقفه عيالي مع ماما علشان اعاند فيه، وشفت الدموع في عينيه وهو بيبص لعياله.
كنت مفكرة ان هو هيجي يقول لي يلا بينا نروح على بيتنا، لقيته بيتماسك نفسه جدا وجاب الناس اللي كانوا جايبين العفش حملوه تاني وخدوه حطوا في مخزن تحت البيت. بعد شهور المحكمة حكمت لي نفقة متعة ونفقة عدة 27,000 جنيه و1700 جنيه نفقات ومصاريف. واتمكنت من الشقة وغصب عني رحت استلمت العفش وأخدته ورصيته تاني وقفلت الشقة ورحت عند أهلي، وهو ملتزم بالنفقة كل شهر ومع ذلك لسه حرماه من عياله. كل اللي كانوا حواليا ماما وبابا واخواتي وقرايبي واصحابي كانوا بيقولوا لي اوعي ترجعي غير لما ينفذ طلباتك كلها وترجعي وانتي رافعه راسك لفوق. سمعت كلامهم واتطلقت تاني ومرجعليش واتمسك بمراته الاولانيه اكتر واكتر. وانا حاليا مطلقه من الزوج التاني ومعايا ولدين. كل ليله انام وانا معيطه لما بشوف كل واحد من اخواتي واخد مراته وعياله ورايحين شققهم، وماما وبابا اللي قالوا لي هنجيبه زاحف على رجله بيخشوا يناموا ويضحكوا وهما مش حاسين بكثره قلبي وحرماني. اخدت منه فلوس واتصرفت كلها على المحامين والقواضي وعايشه فكر ليل ونهار بيجيلي عرسان تاني، لكن للاسف كلهم عباره عن راجل كبير عايز واحده تخدمه مقابل انه يصرف عليها، او واحد مطلق ومعاه عيال وعايز واحده تربيهم، او ارمل معاه عيال، او واحد نسوانجي وعايز واحده رخيصه. وطريقي اللي اتبطرت عليه ابو عيالي عايش هو ومراته احلى عيشه، فسح وخروجات ولبس، وانا وعيالي اخرنا 1700 جنيه باخدهم من بنك ناصر الاجتماعي بعد طابور طويل من المطلقات. نصيحة لكل ست معاها الراجل محترم اتقي الله فيه، واوعي تعملي زيي، اوعي تسمعي كلام حد، اوعي تسمعي كلام المحامين، اوعي تسمعي كلام امك وابوكي لو قالولك هنجيبه راكع قدامك، اوعي تسمعي كلام صحباتك، اوعي تتطلقي. العند مع جوزك هيقسي قلبه عليكي، وفلوسه اللي المحكمة بتديها لك ما فيهاش بركة. انا هموت من الحسرة ومحدش حاسس بيا، نفسي اترمي في حضن جوزي واقول له انا اسفة. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا جدا زي ما شفناها كده، وهي فعلا زي ما قالت صاحبة المشكلة هي يعني عايزة وعبرة لستات كتير بتصرف نفس التصرفات دي. طبعا التصرفات كلها غلط. يعني احمدي ربنا لو في ايدك زوج محترم بيراعي ربنا فيكي كل متطلباتك مجابة، وهو شرط عليكي من الاول ان الزوجة الاولانية مش هيطلقها. يعني انت عايزة ايه تاني؟ ف فعلا في مثل بيقول البطران اخرته قطران، فانت اتبطرتي على جوزك. للأسف في أمهات كتير وأبهات بتصرفاتهم الغلط بيوقعوا ولادهم في مشاكل أكتر. يعني هم فاكرين ان هم بيحلوا المشكله، بالعكس هم بيعقدوها زياده. طبعا انا مش هقدر اقولك ان انت تحاولي تتصلي بيه وترجعي ليكي تاني. يعني هو للاسف اكيد هيكون فقد الثقه فيكي وفقد الثقه في الحياه معاكي عموما، يعني هيبقى صعب جدا ان هو يقدر يرجع لك تاني. انت غلطتي في حقه كتير وبهدلتيه ومرمطتي بكرامته الارض كتير، وهو كان راجل كويس جدا معاكي وكريم جدا وما تصرفش اي تصرف غلط. لكن للاسف انت غلطانه مليون في المية على كل التصرفات اللي انت تصرفتيها دي. خسرتي حياتك وحرمتي ولادك من ابوهم وحرمتيه منهم، وهو يا عيني يعني ما يستاهلش كل ده. فيعني توبي لربنا على اللي انت عملتيه ده كله في الاول، وبعد كده حاولي توسطي ناس ان هم يعني يرجعوا اللي ما بينكم، وانت حاولي تكلميه. يعني كلميه مرة واتنين وتلاتة وعشرة، مفيش مشكلة، عشان خاطر ولادك مش عشان خاطرك انتي بس، لا خالص، عشان خاطر ولادك، لان حرام ولادك يتربوا بعيد عن ابوهم. فحاولي تتكلمي معاه مرة واتنين وتلاتة، حاولي ان هو تخليه يجي ياخد الولاد يقعدوا معاه 3 4 ايام كل اسبوع كده. يمكن قلبه يحن ويحاول ان هو يعني ينسى اللي فات ويرجع لك. والله اعلم، يعني اعتقد ان انا من رأيي ان هو ما ينفعش يرجع لك خالص بسبب اللي انت عملتيه، بس عشان خاطر الولاد اتمنى ان هو يرجع علشان خاطر الولاد وينسى اللي انت عملتيه فيه. يا رب المشكله النهارده بتاعتنا تكون يعني عايزه وعبره ستات كتير جدا جدا بيرموا ودانهم لاي حد يقول رايه من وجهه نظره الشخصيه. فكروا 100,000 مرة قبل ما تطلبوا الطلاق، أو قبل ما لسانك ينطق بكلمة الطلاق، خصوصا لو في ولاد، لأن الطلاق ده يا جماعة مش حاجة سهلة، حاجة صعبة جدا جدا. وللأسف ما بنعرفش قيمة الحياة الزوجية وقيمة النعمة ان احنا بنبقى فيها غير بعد الطلاق. بنكتشف حاجات كتير جدا وبنندم على حاجات كتير جدا. الا طبعا يعني اذا كان الطلاق يعني حل لابد منه مفيش جدال فيه. لكن في المشكلة بتاعتنا النهاردة يعني
الراجل هنا مفيش اي غبار عليه، يعني مفيش اي مشاكل تخليه ان هو تخلي الست ان هي تتطلق منه وتبهدله البهدله دي كلها. بالعكس ده راجل كريم جدا وكويس جدا ومحترم جدا، ده يتشال فوق الراس. فارجوكم فكروا 100,000 مره قبل ما تطلبوا الطلاق عشان خاطر الاولاد، وعشان خاطر ما تندموش زي ما صاحبتنا ندمت الندم الكبير ده. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو وكومنت كده حلو من عندكم، وان شاء الله استنوني في مشكله جديده في الحلقه الجايه، واشوفكم على خير ان شاء الله.